سعداء بوجودك معانا في مهرجان الجونة وعلى الريد كاربت. بتشوف ازاي مهرجان الجونة واضافته الحقيقية للفنان المصري؟ انا شايف ان هو مهرجان كبير قوي، اضافه كبيره للمهرجانات السينمائيه في مصر. اعتقد ان هو من تاني اهم مهرجان بعد القاهره السينمائي. هو ولد كبير مهرجان، مهرجان عالمي، تنظيم رائع، الافلام اللي بتقدم فيه، الفعاليات كلها حاجات مهمه جدا. المهرجان يضيف للحركه الفنيه السينمائيه في مصر. كان في هنا ترميم لفيلم خيري بشارة قشر البندق، طبعا بحضور رانيا محمود ياسين زوجة حضرتك وبحضورك، وكان في كمان فيلم سلم والتعبان. بتشوف ازاي فكرة اننا بنعرض الافلام دي لجيل يمكن كانت بالنسبة لهم بعيدة شوية وشايفينها دلوقتي يمكن كلاسيكيات لما نقول او ايقونات لعصر بعد شوية؟ بتشوف ازاي الجيل ده وهو بيتفرج على افلام؟ لا طبعا انه افلام مهمه قوي وحلوه قوي انها تترمم تاني، وده تاريخنا وتراثنا. مهم ان احنا نهتم بيه، والاجيال الجديده تتفرج على سينما مختلفه شويه. رغم ان فيلم قشر البندق ده كان فيلم سابق، لانه كانت لغته السينمائيه في وقتها كانت جديده، خصوصا انه ده كان بيميز السينما بتاعت خيري بشارة. مهم قوي واعتقد لما الجيل الجديد يتفرج على الافلام دي هيستمتع بيها. بتشوف ازاي دلوقتي المنصات والافلام اللي بتتعرض على المنصات والافلام اللي في المهرجانات؟ انا عارفه ان الدراما التلفزيونيه يمكن الشاغل الاكبر بالنسبه لك، بس ليك تجارب كانت في السينما رغم ان هي عددها اقل من الموهبه بتاعه حضرتك. بتشوف ازاي فكره المنصات والانتاجات الخاصه بالمهرجانات ممكن تبقى تسري او تقدم ادوار تشدك مثلا انك تبدا ترجع لها؟ طبعا المنصات بقت مهمه دلوقتي جدا، وانا مش مخصم السينما على فكره. يعني انا عامل حوالي 9 افلام، لكن انا لازم اكون موجود من خلال اعمال وادوار انا اكون حاببها قوي. فبالعكس انا بيتعرض عليا كل فتره افلام وكده، بس الحاجات اللي انا ما بحبش اشتغل افلام يعني دي شغل وخلاص. لازم يبقى فيلم كبير وفيلم حلو عشان اشتغل فيه. هنا في 44% من مخرجات الاعمال سيدات، وانت اشتغلت مع سيدات الحقيقه في الدراما اقوياء. بتشوف ازاي المراه في عالم السينما وتحديدا الصناعه في الاخراج والانتاج؟ لا ممتازه طبعا جدا، بتبقى مركزه قوي وعندها رؤيه وعندها حزم. بالعكس في كامله ابو ذكري طبعا، وساندرا نشأت ونيس الدغيدي، ولا في ناس كتير جدا، وجداد كمان مع مريم ابو عوف لا في ناس كتير جدا هايلين بصراحه، هايلين. احلى ما شاهدت هنا في الدوره دي من افلام او حتى من فعاليات؟ في فعاليات كتير عجبتني. يعني حاجات كلها مهمه. الماستر كلاس كان مهم قوي. صناع السينما، التقاء صناع السينما مهم. يعني كان تامر محسن ويوسف الشريف وهند صبري والناس دي لما بتتكلم في التجارب بتاعتهم، فده شيء مهم قوي. سعدنا بوجودك، واحنا عارفين بقى المسرح دلوقتي واخدك مننا، بس نحب دايما نشوفك في كل بقى في الدراما والمسرح والتلفزيون. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي يا فندم.